السلام عليكم، مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. اليوم جبت لكم تحليه اقتصاديه بمقادير بسيطه غير مكلفه. الشهر الفاضل مبقناش بزاف ويدخل علينا وعليكم بالصحه والهنا ان شاء الله. نروحوا ديريكتومون باش نعملوا هذا التحليه. في كاسرونه نحط كاس تاع الماء. هاد الكاس تاع الماء يكون سعه تاعو من 240 مليلتر حتى ل 250 ماكسيموم. نعمل له ساشي وحده نتاع الفلان نتاع لي فخاز. هنا هذا الفلان اللي عملته انا في الكاس تاع الماء هذا اللي يجي في لتر تاع الحليب. هذا الفلان اللي نعملو انا هنايا عملته نعملوه في لترو نتاع الحليب. نعمل هذاك الفلان في هذيك الكاس تاع الماء ونزيد عليه شويه تاع لاغوم تاع لي فخاز. هنا علاش عملت لاغوم باش يزيد لي النكهه نتاع الفراوله وتاني باش تجيني لا كولور شويه فونسي. هنا كي نعمل هاد لاغوم باش تجينا لا كولور كما نقولوا حنايا كي يجمد تولي لا كولور شاب كما شفتوا في لا فوتو في الاول تاع لا فيديو. هنا نخلط مليح مليح هذاك الفلان يسيي ندوب شويه داك السكر ونعبيه ديريكتومون فوق النار باش يعد لي الفلان تاعي. من بعد ما تنحيه من فوق النار هذاك الفلان تحسوا باللي صايب داير كما نقولوا حنايا وجد لك هذاك الفلان كامل. لازم تجيب هنا تجيب دو ساشي هكذا صغار تاع المارشميلو هذا تسيبهم في لي سوبيرات تسيبهم في الحوانت ينباعوا ما تكونش فيهم كونتيتي بزاف. انا علاش عملت هذاك المارشميلو باش يعطيني ذوق بنين باش يولي الفلان تاعي بنين وتاني باش كي نقسم هذوك المكعبات تاعي كي نقسم هذاك الفلان مكعبات يبقى لي كما نقولوا حنايا المكعب تاعي مفورمي ما يهبطليش وما يذوبليش وما كما نقولوا حنايا ما يتفتتليش. هنا نسيي نخلط هذاك المارشميلو مليح مليح حتى نحس به باللي صايد دخل في هذاك الخليط وداب لي مليح مليح كما كنت تشوفي هكذا. لازم كي تكون تخلط هنايا الفلان تاعي كي يكون سخون باش تعمل هذاك المارشميلو باش يذوب لك. انا حاجه باينه كما كنت تشوفي انا ما تخليش الخليط تاعكم يبرد شويه ولا خاص يكون سخون من فوق النار ديريكتومون ترمي فيه هذاك المارشميلو تخلط مليح مليح كيما هكذا حتى تشوف باللي المارشميلو تاعك دابا تعمل هنايا. تمشي تجيب صينيه ولا مول ولا عفسه باش تعمل فيها هذا الخليط. هذا الخليط نعملوه في صينيه باش نعملوه يبرد كما شفتوني هنايا. هنا مشيت جبت الصينيه تاعي ما نعمل لها لا زيت لا والو. انا ديريكتومون نخلط هذاك الخليط تاعي تاع الفلان ونكبوه في الصينيه تاعي. هنا نسيي ما نخليش كما نقولوا احنا مارشميلو هكذاك قطع في الخليط نعملوه هكذا نحطو يبرد ونروح ديريكتومون باش نوجد الفلان تاعنا الدوزيام. هنا في كاسرونه حطيت نص لتر تاع حليب زدت عليها معلقه معمره مليح نتاع مايزينا ولا معلقه ونص باش يجيكم القوام تاعه مليح. نزيد عليه 2 معالق السكر كما شفتوني هنايا. نعمل ساشي تاع السكر فاني نخلطو مليح ونعبيه ديريكتومون فوق النار باش يعقد لي. هنا اسمع عملت هنايا كما شفتوني هنايا انا كنت ديجا بديت قطعتها ومشات لي المقطع هذاك. هنا نجيب هذيك لاجولي هذيك تقطعها كامل مربعات هكذا كما كتشوفي تقطعها هكذا عشوائي ونمشي نجيب لي كوب تاعي باش نعمل فيها هاد المكعبات كما شفتوني هنايا. نجيبو حاجه هكذا باش نجم نحي بها هاد لاجولي تاعي ونبدا نعمر فيها في لي كوب تاعي هما الوالا هكذا كما كنتو فيا نرفد بشويه نقولوا حنا لا كونتيتي اللي باش نعمر بها اول واحد النص تاع الكوب. ونجيب ديريكتومون لا كريم اللي كنت وجدتها معاكم هذيك لا كريم تاع لافاني ونبدا نخوي من الفوق غير بشويه كما راكم تشوفوا. هنا كي نكون نخوي ماذا بك كي تكون تخوي اعمل هكذا معلقه ولا باش ما تكبش ديريكتومون فوق هذيك لا جولي وتذوبها لك ولا تخسر لك المنظر ولا تخسر لك حنايا لا فورم تاع المكعب تاعك. انا هنايا بواسطه ملعقه هكذا نكب هذيك المعلقه ونخليها تهبط هذيك لا كريم على هذوك المكعبات او ميم طون نخلخلها شويه باش تدخل بيناتهم باش يجي المنظر تاعها شباب كما نقولوا كتكون تقسم بالمعلقه. هنا نكمل لا كونتيتي اللي بقيت لي انا نكمل هذيك لا كونتيتي كامل تاع لا جولي ونحطهم يبردوا لي حتى يجمدوا لي لا حتى يجمدوا لي هاد لي كوب تاعي. هنا طريقه التقديم نتينا حره كما نقولوا نتينا تحب تحطهم كيما راهم هكذا في السامل كيما تحب تعمل لهم ورده بلا شونتيي من الفوق ولا تعمل لهم شويه تاع جوز الهند ولا تعمل لهم نقولوا حنايا او مهرمش ولا كيما تحب نتينا. انا دو بريفيرونس تحطهم كيما راهم هكذا في السامبل جاو شابين وجاو تحفه بلا ما تعمل لهم حتى حاجه. انا نقدمهم كيما راكم تشوفوا فيهم هكذا. ان شاء الله يا ربي التحليه تاع اليوم تكون نالت الاعجاب تاعكم
ماذا بيا تجربوها وتخليو لي تعليقاتكم. هنا نكونوا وصلنا لنهاية لا فيديو. نقول لكم تهلاو في رواحكم بزاف بزاف وجربوها ومش راح تندموا. قولوا هاد التحليه راها بالفراوله بصح من غير فراوله. نقول لكم هنايا تهلاو في رواحكم، ما تنساوش تدعموني بلايك واشتراك وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، والى اللقاء.